أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. إشادة بمشاركة ومنافسة المرأة في التعليم في الإقليم الأوسط. العمل لتنمية الأشجار المعرضة للانقراض في عنسبة. معطل 24 جنديا في منطقة بحيرة تشاد إثر هجوم لبوكو حرام. إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته الجديدة رئيسا لإيران. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنظيره الأوكراني في واشنطن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلام من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 6 من أغسطس في مراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6576، شفي منهم 6487 وتوفي 35 مريض كورونا، فيما لا يزال 54 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 6 من أغسطس 2021. أشاد مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط في التقييم الذي أجراه يوم 6 من أغسطس بمشاركة ومنافسة المرأة في جميع المراحل التعليمية. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي حبت جابر في التقييم الذي أجراه في مدرسة أبرهة بهتا للعام الدراسي 2019-2020 أوضح التحديات التي خلقها وباء كورونا على العملية التعليمية والخطوات الجادة المتخذة، مشيرا إلى تخطي تأثير الوباء نتيجة العمل الواعي بالإجراءات الاحترازية. وذكر تعظيم التعليم لطلاب الصف 11 من شهر يوليو 2020 في 263 فصلا دراسيا بجلوس 20 طالب في الفصل الواحد، وتوجهوا إلى سوا في شهر سبتمبر لإكمال الصف 12 وأداء الواجب الوطني. وأشار إلى استئناف التعليم من الصف الأول وحتى 10 من شهر أبريل وحتى شهر يونيو. وأوضح مسؤول التعليم في المديريات ارتفاع مشاركة الطالبات لأكثر من النصف، مشيدين بمنافستهن مطالبين بحل إشكاليات مقاطعة التعليم في المرحلة الثانوية ونقص المعلمين وكذلك نقص الفصول الدراسية. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جبرهنس والدقرقيس في ختام الاجتماع إنه يتطلب العمل في جوانب القصور والقوة معا للدفع بالعملية التعليمية، داعيا المعلمين لتعزيز دورهم لاستفادة الطلاب جيدا من الفرص المتاحة. وأفاد التقرير المقدم بأن نسبة النجاح في العام الدراسي 2019-2020 بلغت في المرحلة الابتدائية 95%، وفي المرحلة المتوسطة 90%، وفي المرحلة الثانوية 85%. يشهد إقليم عنسبة أعمالا جادة لتنمية الأشجار المعرضة للانقراض بمختلف الأسباب وكذلك مكافحة عمليات اقتلاع الأشجار. وأوضح مسؤول الغابات والحياة البرية في الإقليم السيد كاساتي تسفاسيون أن 55 نوعا من أنواع الأشجار المعرضة للانقراض على مستوى البلاد توجد في إقليم عنسبة، مشيرا إلى تسيير أعمال تلقيح واسعة لتلك الأشجار في المشاتل وكذلك أنشطة مكثفة لرفع فهم ومعرفة المجتمع المدني. وذكر سيد كاساتي بأن أشجار الصنوبر والزيتون والتين الكبيرة المستوطنة تعتبر بعضا من الأشجار المعرضة للانقراض، ويجري العمل لإنشاء محميات وتقوية أنشطة الرقابة واتخاذ خطوات عقابية رادعة على مخالفي القانون والتعرف على أماكن تلك الأشجار التي تساهم بفعالية في استقرار التنوع الأحيائي، إضافة إلى الأنشطة الجارية لتنميتها وتلقيحها. وقال سيد كاساتي أن
إن أشجار المسكيت وأشجار البون الإيطالي وغيرها تعتبر من أكثر الأشجار الغازية في الإقليم، وتقوم هذه الأشجار بامتصاص معادن الأرض وتسهم في منع تكاثر الأشجار المفيدة الأخرى، وقد بدأت خطوات مدروسة للحد منها. وأشار إلى أن سلطة الغابات توجد في عمل جاد ومستمر لتعزيز مساهمات المجتمع لمكافحة أنشطة اقتلاع الأشجار. قال مدير مدرسة حقات الزراعية والفنية الأستاذ إسياس صقاي إن مشتل المدرسة يسهم لإنجاح برامج التشجير، وأوضح أن مشتل المدرسة يقوم بإعداد مختلف أنواع الأشجار والأزهار لإنجاح برامج التشجير التي تشهدها البلاد إلى جانب أنشطته التعليمية في مجال علم النبات. وذكر أن المشتل يقوم بتنمية أشجار الفواكه مثل الليمون والجوافة والباباي والمانجو والأفوكادو واليوسفي والبن والنخيل وغيرها، إضافة إلى الأشجار المستوطنة بأعداد قليلة لقلة الطلب عليها. ويقدم مشتل مدرسة حقات الزراعية والفنية منتجاته إلى أقليم عنسبة وخاصة أغردات وعتكرزان ودكزرو وفشي مرورة وقنداع وصرونا ومعيني وأسمرة. تبرع عمال المكتب المركزي لشركة سجن للإنشاءات العامة وأعضاء فريق كرة القدم في الشركة ب66 كيس دم يوم 5 أغسطس. وأوضح المتبرعون بأنهم اتخذوا المبادرة لإدراك أن تنمية محتوى بنك الدم يتأتى بالتبرع الطوعي. كما تبرع عمال شركة ساوى للإنشاءات بالدم يوم 30 يوليو والثاني أغسطس. وأفاد بنك الدم بأن التبرع بالدم يسهم للحيلولة دون حدوث نقص في الدم في موسم الخريف. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، شنت جماعة بوكو حرام هجوما في منطقة بحيرة تشاد التي كثيرا ما تشهد هجمات جهادية. قتل على أثره 24 جنديا تشاديا على الأقل، وجرح آخرون بسبب ما ذكره حاج جديد نائب مسؤول المنطقة. وأكد المتحدث باسم الجيش التشادي الجنرال عظيم برماندو أوغونا حدوث الهجوم الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كيلومتر شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة. وتنشط جماعة بوكو حرام النيجيرية أو جناحها المنشق الذي بات ينشط تحت اسم تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا إسواب في منطقة بحيرة تشاد المكونة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة. وازدادت هجمات الجهاديين في المنطقة الواقعة على حدود تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر في الأشهر الأخيرة، واستغل الجهاديون معرفتهم هذه التضاريس المستنقعية. أدى الرئيس الإيراني الجديد والرئيس السابق للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في إيران كثامن رئيس الجمهورية الإسلامية، وذلك في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة. وتلا رئيسي القسم الذي تعهد خلاله بخدمة الشعب ورفعة البلاد، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران. ويبدأ الرئيس ولاية من 4 أعوام سيكون خلالها أمام تحديات تحسين وضع الاقتصاد الخاضع لعقوبات أمريكية والمتأثر بتبعات الأزمة الصحية. وسيكون رئيسي أمام ملفات خارجية شائكة أبرزها التوترات مع الغرب ومفاوضات إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن أحاديا منه قبل 3 أعوام.
وفاز الرئيسي في انتخابات يونيو، ويخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية. هذا وفي سياق متصل، حض الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إيران على العودة إلى المفاوضات النووية قريبا، معتبرا أن ذلك يعد أولوية عاجلة بالنسبة لواشنطن. التقى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا خلال زيارته إلى واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وأكد كوليبا خلال الاجتماع أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى الأراضي الأمريكية ستوصل العلاقات الأوكرانية الأمريكية إلى مستوى جديد. أما بلينكن فأكد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بشكل ثابت. هذا وقد التقى مدير مكتب رئيس أوكرانيا أندري برماك ووزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا مع مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاكوب سوليفان في واشنطن. الخبر الأخير في هذه النشرة: طلب من نحو 2000 شخص من سكان كاليفورنيا مغادرة منازلهم فورا مع اضطراب الحريق ديسكي فايرو، وهو الأكبر في هذه الولاية الأمريكية الواقعة في غرب الولايات المتحدة هذه السنة. هذا وتؤجج رياح عاتية هذا الحريق الكبير. وينتشر حريق ديسكي فاير في غابات شمال كاليفورنيا منذ منتصف يوليو، وهو على ارتباط بالتغير المناخي الذي يتسبب بدرجات حرارة مرتفعة وموجات جفاف في العالم، لا سيما في شمال القارة الأمريكية. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها: إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. إشادة بمشاركة ومنافسة المرأة في التعليم في الإقليم الأوسط. العمل لتنمية الأشجار المعرضة للانقراض في عنسبة. معطل 24 جنديا في منطقة بحيرة تشاد إثر هجوم لبوكو حرام. إبراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته الجديدة رئيسا لإيران. ووزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنظيره الأوكراني في واشنطن. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.